ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن الاحوال. النهارده فيديو جديد في مطبخ خلا نور. وحشتوني كتير يا حبايب قلبي من الفيديو اللي فات. كل سنه وانتم طيبين، رمضان على الابواب يا حبايب قلبي. فكل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ويقعد عليكم الايام بخير. يا رب يدخلنا رمضان كده لا فاقدين ولا مفقودين، وينجح ولادنا واولادكم يا حبايب قلبي، ويسعدكم يا رب ويفرحكم كل اللي انجبر بخاطر حد. ربنا يسعدكم يا رب ويفرحكم يا حبايب قلب. يا رب يجعلهم كده حاجة كبيرة ودعوة حلوة كده للعيال طلاب الصف الأول والتاني والتالت، وينجحهم يا رب كل الأولاد اللي في الصفوف كلها يا حبايب قلبي. يا رب يوفقهم وينجحهم ويسمعنا عنهم خبر حلو يا حبايب قلب. النهارده بقى جايه لكم يا حبايب قلب. قبل ما نخش الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك واشتراك، واللي ما اشتركش يشترك يا حبايب قلب. هنا بقول لكم بقى يا حبايب، هنا بقول لكم انا غسلت اللحمه ونضفتها وصفتها وخليتها زي الفل. بقطعها كده شرايح رقيقه علشان هحطها في حله المحشي من تحت. هطبخها الاول، وبعد ما تاخد سوي في الشوربه هنشيلها من الشوربه واقوم حطها يا حبايب قلبي تتعمل تحت حله المحشي. يعني هحط الفرشه بتاعه المحشي اللي هي الطماطم والفلفل، والطماطم وفلفل وشطيطه وبصل. وبعد كده بقى ايه لما اللحمه دي تستوى بقوم حطاها انا يا حبايب قلبي فين؟ على حله المحشي من فوق، من على الخلطه كده، واقوم دهناها نقطه زيت. عند العيال حباها بالطريقه ديت. كنت بقلي اللحمه بعد كنت الاول بطبخ اللحمه اما بكون عامله محشي واطبخ اللحمه. كانوا بياكلوها يا حبايب قلبي، كانوا بياكلوها متضايقين وهم بياكلوها، كانوا دايما بيحبوا الفراخ. فما عملتها بالطريقه دي اتبسطوا منها قوي وحبوها، قالوا لي خلاص اعملها لنا على طول في حله المحشي كده. انا هنا بقى هشطف ايدي اهوت، وهعلق البوتاجاز. هجيب الحله اهوت هعلق عليها واحط فيها نقطه سمنه. هنا يا حبايب قلبي بقى هولع اهوت. معلش انا بمنتج لكم الفيديو على اساس انا كان زوري مبحوح في اليوم دوت، فقلت اما اعمل الفيديو وساعة لما زوري كده يظبط الحمد لله اقوم ممنتجه لكم عليه. يا رب يكون الصوت حلو وعجبكم، ولو هو عجبكم اللي انا اسجل على الفيديوهات كده قولولي في الكومنتات وانا اسجل كده يا حبايب قلبي. لو عجبكم كده الصوت، لو ما عجبكوش سجل بصوتي عادي، بس انا حاسه اللي كده احسن وريحه متهيألي. هنا بقى يا حبايب قلب اهوت بحط معلقه سمنه، طرطفه سمنه كده الوح فيها اللحمه. لو وصلتوا لغايه كده يا حبايب قلبي ما تنسوش اللايك اللي بيدعمنا وشكرا على وقفكم جنبي يا حبايب قلبي. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم، وشكرا على تعليقاتكم. ربنا يكبر بخاطركم يا رب بحق جاي النبي، ويصلح حالكم ويفرحكم ويهدلكم العاصي ويهدي كل عاصي يا حبايب قلبي. يا رب يصلح حالكم يا رب بحق جاي النبي. هنا انا حطيت السمنه اهي يا حبايب قلبي مستنيه بس تفك، وحطيت هنا واحدة لورا اهيت، وحدتين لورا، وهحط بردك مستكه وحبهان، وهنزل بقى باللحمه. هنا حطيت اهوت اللورا والمستكه على السمنه وسايباها بس تفك وتبقى ريحه المستكه والحبهان مع اللورا ريحتهم تطلع، واقوم نازله بقى باللحمه يا حبايب قلبي مشوحه. هسيبها بقى تتشوح ومش هقلب اللحمه خالص الا لما تاخد تشميعه كده الجنب ده، وبعد كده اقوم قلبها على الجنب التاني يتشمع برضه اهو يا حبايب قلبي. فانا هنزل اهوت زي ما قلت لكم باللحمه، وسايبه اللحمه قطعت اللحمه قطع صغيره زي ما انا قلت لكم علشان انا عايزه اعملها بالطريقه دي. لقيت العيال حبوا الطريقه دي، فانا بصراحه عملت لهم الطريقه اللي هم يرتاحوا فيها. عندك لما كنت بطبخ اللحمه ما كانوش بيرضوا ياكلوها خالص، اتبسطت بقى. كنت اجي اقول لهم اقللكم يقولوا ماشي،
نقلي طبيعة جامدة على اسنان، سيبها لنا مسلوقة، فكانوا قرفني. فانا حسيت ان الطريقة دي ريحتني لما انا رصيتها على المحشي. جربوها هتعجبكم جدا جدا والله، وفي منتهى الجمال. هنا بقى حطيتها يا حبايب قلبي فلفل اسمر، حطيت اللحمه بس لسه ما قلبتهاش عشان ما تسردش ميه ليها، ما تسردش الميه في الحله. فانا سايباها اهوت. وبعد كده طرطوفه سكر صغيره تسوي اللحمه. لو انت ما انتش متاكده ان اللحمه بتاعتك هتستوي على طول، سيبي لها معلقه يعني طرطوفه سكر صغيره كده، تدي لها بس تشويحه معاها كده اهو بالسكر والفلفل الاسمر. شوفوا مفيش ولا نقطه ميه نزلت خالص من اللحمه. كده انا بشوحها اهوت وبخليها زي الفول. وبعد كده تجيبي بقى ميه مغليه في الكتل وتقومي كباها. مفيش ميه مغليه وماليه زي حالات ازايز كده، زودي منها. انا زودت من الازايز اهو. الشوربه دي لما كانت صفرة بصراحة كانت شوية شوربة زي العسل يا ولاد، مسكرين وجمال. والعيال اتبسطت باللحمة دي قوي لما انا عملتها بالطريقة دي. والله لو كانوا دايما يقولوا فراخ فراخ، كل يا بنت نعمل بتاع احسن تقول لي فراخ. هنا بقى يا حبايب قلب اهوت الشوربة سخنة. هنزل بقى اصفي الشوربة عشان انا باين كنت محتاجة الحلة دي تحشي فيها برضو، المقاس دوت حابة احشي فيه. فانا كده صفيت الشوربه خالص اهوت. همسك بقى اللحمه دي من السمين اللي فيها برضك، هظبطها بنضفها كده، بشيل لهم السمين اللي فيها واي حاجه ما تبقاش فيها اي حاجه خالص. هنا دي بقى كده صفتها اهوت. الشوربه بتاعتها زي العسل، مسكره وصفرة وجميله، واللحمه هي تشوفهم ولا كشت ولا جرالها اي حاجه. هحط بقى اللحمه اهوت. هغسل بقول هغسلها معلش يا ولاه، الواحد الدار مقصر. همسك بقى اغسل الحله دي وهقلب فيها بقى المحشي. انا كنت مرتاحه في الحله دي علشان الحله ديت بحب اقلب فيها وبحب احشي فيها. انا عندي كذا حله تانية بس المقاس دوت حلو للمحشي، عارفه المعيار فيه. فكده هنشل اللحمه بقى انا اهوت، وارمي بقى البصل والطماطم والجزر والحاجات دي كلها. وهاخد انا بقى الشوربه ركناها على الجنب عشان ابقى اسقي منها المحشي. واللحمه بقى هنضف فيها السمين برضو، كل السمين هنضفه منه، لانهم عايزين يبقوا قاعدين ياكلوا كده ما يبقاش فيها فتفوتي السمين خالص. فانا هسيبها بقى على جنب كده لما اقلي برضك يا ولاد للمحشي. كده بقول لكم اللي انا خلصت اللحمه اهو. بس هقعد برضك انضفها خالص من السمين اللي فيه. هشطف بقى يا ولاد الحله دي، هغسلها واقلي فيها. هنا جبت بصل اهوت، شويه بصل محترمين كده، عشان البصل زي ما انا قلت لكم بحب اكتره في الاكل، بيسكر الاكل وبيخليه زي العسل. حطيت هنا كميه البصل اللي انا هستخدمها اهوت في الكبه، وحطيت قرن شطه كده حر وهضربهم في بعض. مش هنعمه قوي يعني عايزاه ما يكونش ميه قوي كده في المحشي يبقى مضروب قوي، لا سايباه كده نص ضربه كده. كل اما تضربيه قوي في المحشي ما بيبقاش حلو، اما بتسيبيه كده بخيره شويه بيسكر المحشي، وكده كده اصلا هو بيدبل في التسبيكه، فما بيبانش خالص اللي فيه بصل في البتاع ديت. انا دي الحاجه الوحيده اللي ما بضربوش قوي بتاع المحشي. هنا بقى مستمريه كنت بنزل البصل من على حرف الكبه، وكده خلاص انا متهيألي كده خلاص بقى اهو. وهولع بقى على النار ونشوف هنعمل ايه يا ولاد مع بعض. الله المستعان، يا رب سكر كرك يا رب. كده بوريلكم، بقول لكم انا ما ضربتوش قوي، عايزه الضربه دي كانت في منتهى الجمال. هنا بقى ولعت يا حبايب قلبي في نفس الحله برضك، ولا باين جبت حله تانية اهو. لا جبت حله تانية، انا اسفه يا ولاد، جبت حله تانية. وهحط بقى فيها سمن على زيت. هنا حطيت الزيت اهو. هنا حبايب قلبي اهوت نزلت الزيت اهوت، كوبايه زيت كده. المحشي بيحب الزيت يا ولاد عشان يبقى مزيت وحلو كده وزي الفول. وهنا هحط معلقه سمنه كبيره برضو، يبقى انا حطيت سمنه على زيت.
عايزه تحط زيت لوحده انت وراحتك، عايزه تحط سمنه لوحدها انت وراحتك. في ناس بتعمله بزيت لوحده وما بتحطش فيه سمنه، لا انا بحب احط له معلقه زيت كده. معلقه الزيت دي بتديله معلقه قصدي سوري سمنه، بتخليه ريحه التسبيكه حلوه. فانا كده يا حبايب قلبي مستنيه اهوت لما السمنه تفك عشان انزل بالبصل. دعوة حلوة منكم كده يا حبايب قلبي للثانوية العامة وتالتة إعداد الشهادة، ربنا يوفقهم يا رب ويكبر بخاطرهم يا رب، وما يخسر أي عيل ولا يخسر، لأن الأهالي والله العظيم بصوا هي اللي في ضغط ونار عن العيال كمان. ربنا ينجحهم يا رب ويوقف لهم ولاد الحلال. هنا يا حبايب قلبي أنا نزلت البصلة، نزلت البصل كله اهوت، هسيبه يدبل بقى. يعني ايه مش هحمره ولا هديله بس تخديله كده واصفره كده. وبعد كده بقى ايه اقوم نازله بالطماطم. هنا بغسل الخضره، بقول لكم انا بغسل الخضره، بغسلها كذا مره كده، كنت منضفاها وخلتها زي الفل بغسلها بقى. وده كانت جايبه ربطه خس، كانت عايزه اكل خس فجبت ربطه خس على قد كده. انا عندي ورق تاني بس ربطه الخس دي قلت اما اخد منها الكام ورقيه دول، كانوا طريين كده وزي الزبده كده، قلت اما اخدهم اعملهم على وش الحل. فدول كام دول بس، شويه الخس دول بس. وعندي بقى ورق لفت وعندي ورق كرنب، يعني كنت عاملاها حله تشكيله يا ولاد، كانت طعمها زي العسل وفي منتهى الجمال. شوفوا الميه، بقول لكم شوفوا الميه مش حلوه ازاي. هنقع بقى الخضره واغسلها غسله بردك محترمه كده علشان اي اتربه ولا اي رمله ناعمه تنزل منها. هقعد بس انزل في الخضره واطلعها كده على اساس التراب كله ينزل منها. شوفوا الميه بوريها لكم ازاي، كلاتها صفرة وبيبقى فيها رمل، ومن ايدي لايدي ما ينفعش. لازم يا حبايب قلبي تغسلوها حلو، اي خضار يجي من بره لازم يتغسل حلو. على اساس ايه بيبقى من ايدي ومن ايدي، وبيبقى في الطين والميه دي الله اعلم اللي مرويه بيه، فغلط برضك. لازم نغسل الخضار كذا مره وننقعه. هنا بقول لكم يا اولاد ما تنسوش تحطوا اللايك. هنا نزلت بالطماطم اهو، هسيبها بقى يا حبايب قلبي تفك، واحط لها بس ايه معلقه سكر حلوه كبيره كده محترمه، واسيب بقى الطماطم دي مع نفسها كده تفك وتاخد وتدي مع بعضها كده لغدت لما تفك. يكون انا شفت برضك عملت ايه تاني ورايا اعمله. يعني ايدي ما تفكروش اللي هي في المحشي بس، لا ده انا ايدي في كذا شغلانه تانية. فما تقفيش في طول ما انت قاعده كسلانه، ساعه لما تقومي كذا شغلانه بتقومي عاملاها. يعني مش شرط اللي تكوني بتقلي بس، لا ممكن تكوني بتشتغلي بره في الشقه، بتروقي الشقه، بتعملي اي حاجه. هنا بقى جانا لفقره الحاشيه يا ولاد. هنا حطيت الرز اهو، كنت غسلته ونشفته وخلته زي الفل في مصفى. نزلت عليه بقى يا ولاد بالخضره كده، انا نزلت عليه بالخضره اهو. انا كده ايه ببقى حابه اجيب حاجتي حواليا علشان ما اقولش ناولني ولا اعملني. وهنا التسبيكه بسم الله ما شاء الله حمرا وجميله وتقيله، والطماطم زي العسل. هنا بقى احط الصلصه اهوت على الرز وعلى الخضره. انا بحب احط الخضره كده على الرز، ما بحطهاش في الطماطم. في ناس بتحطها في الطماطم، انا ما بحطهاش في الطماطم، بحطها كده على وش الرز على اساس انزل عليها بالتسبيكه كده بتقوم تغدل بقى. شوفوا ما هقعد اقلب، والله الصلصه كانت في منتهى الجمال وحمرا وجميله ومسبكه وزي العسل، واخده حقها وجميله. بالذات صلصه المحشي اداها حقها، هتلاقي المحشي حلو. هنا بقى هفضل مستمريه في التقليب اهو يا ولاد لغايه ما اشوفها هتقبل معايا طماطم قد ايه. مش شرط تحط الطماطم دي كلها، حسب ما الرز يقبل معاكي وحسب حمار اللي انت حباه. لو وصلتوا لغايه كده يا حبايب قلبي كومنت حلو ولايك حلو كده لاختكم وتشجيعه حلوه كده، واللي اول مره يشوفني ينزل يشترك في القناه ويشير الفيديو عشان كلنا نستفاد من بعضنا يا حبايب قلبي. هفضل بقى مستمريه في التقليب كده اهو لغايه لما اشوف هتقبل معايا صلصه من دي قد ايه. هي لسه عايزه انا احط كمان، بس المشكله بقلب حلو علشان الطماطم دي كانت تقيله.
كنت مسبكاها ومخليها زي الفل، فعشان كده الطماطم معايا تقيلة فبقلب براحتي. يا رب حضرتك يا رب. هنا حبايب قلب كل ما احس اللي هي لسه محتاجة بحط لها تاني. هنا بقى هنزل بالبهارات بتاعتي اهوت. هحط ده فلفل اسمر، ما تفكروش اللي انا بحط كتير يا ولاد، هو قليل بس المعلقه اللي تحسها، يعني تحسوا اللي انا بحط كتير بس هي المشكله المعلقه هي اللي صغيره. هنا حطيت بقى فلفل اسمر وملح وكزبره وشويه كمون، وما كترتش الكمون علشان خاطر ما يمررش. هنا بقى هنزل بالملح، ولا احط ازيد ولا اقل، ولا تقولي لي بقى بهارات محشي، ولا تقولي لي شويه 7 بهارات، ولا تقولي لي اي حاجه. يبقى انا نزلت بالملح والفلفل الاسمر والكمون والكزبره فقط لا غير. قسما بالله ما لعبت في المحشي، كان طعمه زي السكر. عندك لما بحط جت مره اتهفك كده وقلت اما احط شعره 7 بهارات او احط خلطه محشي، والله العظيم بصراحه المحشي كان استغفر الله العظيم يا رب. انا حطيت كده بس البهارات بتاعه البيت اللي هي المعروفه دي، والله العظيم المحشي كان مسكر وفي منتهى الجمال. هنا انا فضيت الحله اهوت اللي انا مسبكه فيها، نفس الحله اللي انا مسبكه فيها بالتقليه بتاعتها كده، ورصات البصل اهوت يا ولاد. كنت مقطعه في الطبق ده بصل وطماطم وشطيطه وفلفل وبتاع اسمه دوت يا اللهم صل على النبي، بتاع بطاطايه يا ولاد. حطيت بطاطايه كده خرط في الحله من تحت برضو، والله العظيم كانت جميله وفي منتهى الجمال. ما تلعبيش في المحشي وتحط له اي بهارات من عند العطار، بتضيع طعم المحشي وطعم التسكيره بتاعه البصل اللي في التسبيكه بتضيعه. لكن اما تعمليه كده وما تحطيش بهارات كتير، مش كتر البهارات يا ولاد والله، كتر البهارات ما بتبقاش حلوه. اما تحط بهارات في القانونه كده بصراحه والله بتبقى طعمها في منتهى الجمال. هنا انا رصيت الحله اهوت، هحط لها بقى نقطه زيت صغيره اهو وشعرة ملح صغيرة بس تحنط حاجة بسيطة كده، وحطت لها نقطة زيت اهو بردك عشان الخلطة دي تبقى سايحة ونايحة كده. وهرص يا ولاد عليها اللحم، والله العظيم كانت حلة محشي كانت زي الزبدة وما قعدتش، وكانت في منتهى الجمال عشان ما لعبتش في البهارات. لما بتلعبي في البهارات وتحط بهارات كتير بتضيع معنى الأكل، لكن لما تحط بهارات كده في القانونة كده بتبقى جميلة وفي منتهى الجمال. هنا بقى انا مستمرية اهو، هرص اللحمة دي كلها اهو زي ما انا قلت لكم. الطريقة دي جميلة وهتعجبكم يا حبايب قلبي. فهنا يا حبايب قلبي بقى انا مستمرية اهوت لسه هرص بس كل اللحمة دي تحت اهو، وهتبقى قلبة واحدة يا دوبك شوية الشوربة بقى مع المحشي، والحمد لله رضا وفضل ونعمة من عند ربنا. هو الساعة عايزة الأكل السخن دوت يا ولاد يدفي العيال كده. أنا بقول لكم رأيكم عسل. حطوا اللايك يا ولاد، تنسوش تحطوا اللايك يا ولاد، أهم حاجة اللايك. هنا بمسح يا ولاد بحل في الكرنيه عشان ما يقعش. كان في صلصة بنزل الصلصة اللي فيه كده وبقلب عفوا بقلب كده الرز خالص اهوت، كانت الزيادة عليه. هنا بقى ببتدي بعمل للأستاذ كريم ورق اللفت تحت الأول لأنه ما بيحبش الخاص، فأنا كنت سايبة الخاص ده فوق خالص. صبعين كده ليا أنا ورينال وهمسة، عندي كريم ما بيحبوش، فأنا بحط له الصوابع اللهم صل على النبي ورق اللفت دي تحت علشان بيحب السطر الأخير ده، وعايزه كمان يبقى محمر ومحصحص كده في بقه. الواحد عايز صبع المحشي يبقى زبدة كده سايح نايح كده في بق الواحد، وابني عايزه ناشف وما بيحبش الصبع المحشي الكبير. يا ويله لو لقى قدامه صبع محشي كبير بيقوم تخره من الطبق، ما بيرضاش ياكله ابدا.
فعشان كده بقى السطر ده بهتمله بيه شويه وبعمله صغير، بيبقى لسه ما تعبتش بقى يا ولاد، بكون لسه قاعده اشيل او اقطع الورق، بكون لسه متحمسه للمحشي. فعندي بقى نص الحله كده ولا اطلع فوق الحله فوق، تلاقيني بقى كروت بقى واعمل صوابع كبيره، مش اشكال بقى احنا اللي هناكل. لكن السطر الاخير ده بهتم بيه شويه عشان كريم عندي ما بيحبش الصابع الكبير، عايز الصابع مسنبل. او شوفوا ايه رايكم يا ولاد؟ عسل عسل يا ولاد عسل. هنا بقى كان عندي كام واحدة كوسة كده في التلاجة، استحرمت ارميهم استحرمت ارميهم، فقلت اما اعملهم وبحشوهم ليا بقى انا وهمسه، محدش بياكلها عندي، محدش مشجعنا اللي همسه. فانا حشيت صبعان كده على قدي قلت اما احطهم تحت كده علشان اعرف اسوي الحله، ما بملهاش قوي يا ولاد علشان ما تقومش مخرجه الرز كله على المحشي. فانا بسيب حته مهويه كده وما بكتمهاش. هنا كانت رينال قبل ما تروح الدرس فردت لي شويه، قلت لها اقعدي فردي لي شويه، فردت لي شويه، هي سهلوا معايا الموضوع شويه. مشكله الورق الاخضر اللي بياخد عذاب شويه، الورق الابيض في ثانيه في ثانيه بتكون مخلصه دقيقتين محشي مش دقيقه واحده، لكن الورق الاخضر بيعوز عذاب شويه. هنا يا ولاد خلصت، اقرا رايكم؟ عسل عسل عسل. ما بمليش الحله قوي على فكره، لان انا ولادي مش اكيله، يعني بعمل حاجه كده على قد اليوم. ممكن ديت تقعد يومين، وبالفعل قعدت والله يومين. ما ببخش هنا حله المحشي كبيره واملي الحله قوي، ولادي مش اكيله، عيال ما تشجعش. هنا بقى الشوربه يا ولاد، بس كده شوربه. الشوربه دي كانت مسكره وجميله قوي. هنا كده انا مستمريه في الشوربه اهي. انا عملت الخس فوق خالص اهو، زي ما انا قلت لكم. السطر الاخير ده عملته خاص، كان طعمه جميل والله في منتهى الجمال. جربوه بالطريقه ده هيعجبكم جدا، مش هتندموا. جربي اللي انت ما تحطيش بهارات كتير، هتلاقي الاكل معاكي ظبط وبقى زي العسل. سيبك من كتر البهارات الكلكعه الكتير دي، ما بتبقاش حلوه، بتضيع معنى الاكل ومعنى البصل في الاكل والحاجه كده. هز الحله قوي على اساس ان الشوربه تنزل تحت يتشرب كله. ما تيجي ترصي الحله ما ترصيش الصبع جنب الصبع. هنا حبايب قلبي خلصنا المحشي. هتقولوا لي انت اتكلمتي في اخر الفيديو ليه؟ هقول لكم انا كنت عامله المحشي دوت على بيات قبلها بليله، كنت حشات وكنت قلات وكل الحاجات دي في يوم، والنهارده طبخت بقى يا حبايب قلبي. فكان صوتي انا هسجل لكم على الفيديو من الاول علشان كان صوتي رايح خالص. فهنا بقى يا حبايب قلبي ربنا نفخ في صورتي وزر الحمد لله، فضل ونعمه من عند ربنا، كل ما جاب ربنا حلوه يا حبايب قلبي. فانا اتكلمت بقى في اخر الفيديو بقى، معلشم لو انا برضك لسه صوتي متغير. فانا هنا بقى يلا بقى بينا نقلب المحشي مع بعض. استنوا يا ولاد، اصل القلبه دي الواحد بيخاف منها. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ريحته في منتهى الجمال وزي الزبده يا ولاد، واللحمه تحت زي ما قلت لكم، وكل حاجه زي الفل. شوفوا انا حطت لهم، انا اتبسطت اللي هم قالوا اللحمه تبقى تحت المحشي، علشان خاطر كانوا بيزهقوني، دي يقول لي اقلي ودي يقول لي لا ما تقليش. فانا اتبسطت لما قالوا لي كانت تحت المحشي حلوه، فانا حطيتها لهم بالفعل تحت المحشي اهو يا ولاد. هاتي كده يا رنان، الخلطه ديت يا ولاد بتبقى في القلب. شوفوا شو جمال المحشي وحلاوته. انا بحب في المحشي والله يا ولاد الشوال اللي مهروسين والمعجنين ده، بيبقى طعمهم زي الزبده. عسل. اللحمه دايبه يا ولاد وزي الفل. شوفوا اللحمه، هاتي كده يا رنان، من كتر السوى دايبه.
اهو يا حبايب قلبي، شوفوا زي العسل. هاتي يا امسه يلا الشرب، وشويه شوربه بقى يدفوا. احسن حاجه يا ولاد، اقفلي يا امسه الباب شويه. احسن حاجه في شويه المحشي دول اللي هم نازلين من على النار كده في الجو الساقع دوت، يستاهل بقكم يا ولاد. يلا يا حبايب قلبي اتفضلوا معانا. وهنجيب الشوربه بقى، نبلع شويه شوربه. وهنا عامله كام كوسايه اهي، وورق ابيض وورق خس. وعامله يا حبايب، هاتي يا امسه الشوربه، هاتي الباقي. وهنا شويه شوربه لحمه اهوت زي العسل، يستاهلوا ويقووا كده في الشتا دول. وعملنا يا حبايب قلب الخاص والكوسه وكم ورقه بيض. يا بخت اللي ولادهم والدار اللي بتاكل ورق الابيض يا حبايب قلب. انا عندي عيال مزهقين ما بيحبوش الا الورق الاخضر ده، فبيتعب شويه في اللف. لكن الورق اللي هو التاني الابيض سهل وسريع، وفي ثانيه بتكون خلصت حله المحشي وفي ثانيه. عندي العيال بقى ما بياكلوش الا الاخضر، فبياخد معايا غلبه شويه ووقت شويه. يلا يا حبايب قلبي، ده كان الفيديو بتاعنا عشان ما اطولش عليكم. معانا الشوربه اهيت واللحمه والمحشي ومخلل، وفضل ونعمه من عند ربنا يا حبايب قلبي. يا رب تسعدوا وتتجبر بخاطركم ويرزقكم الخير والسعاده والهنا والفرح. يلي تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام يا حبايب قلبي. فيديو جديد واشوف وشكم على خير. سلام عليكم حبايب قلبي.